يعني عايز تقول لي انه الدعم السريع يعطي الجندي القيمه، ويعني يجعله يشعر بانه له يعني راي وله كيان، فبالتالي بيكون مقدر في الدعم السريع. يعني معناته السيد ياسر العرقاوي ما كذب. صح، ما كذب. طيب دي دعوة ثانية لجنود الجيش السوداني الكيزاني من الفلنقايات الذين نراهم يعني يرتدون السفنجات بينما القيادات لابسين اللبوات العسكرية في الانضمام للدعم السريع. أوجه رسالة لجنود الجيش السوداني الكيزاني بسرعة الانضمام إلى إخوانهم في الدعم السريع. طيب. والله يا أخي، والله يا أخي أنتم مفخرة لكل السودان، والله أنتم مفخرة لكل سوداني وسودانية، يعني بغض النظر عن كل ما تتعرضون له من إساءات ومن تطاول ومن إهانات، ولكن يعني اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هيجي يوم الشعب السوداني هيعرف حقيقة الدعم السريع وحقيقة يعني أشاوس الدعم السريع. طيب، على سيرة الأشاوس نجي السؤال التالي. كان عندي لقاء قبل كده مع المفكر والضابط السابق في الجيش السوداني السيد ياسر العرقاوي، وحتى وقتها الفيديو بتاعه ده ضرب ترند. يعني كان قال انه اشاوس الدعم السريع هم اشجع مشاة على ظهر هذا الكوكب. قال انه عندهم تلاحم غريب مع قياداتهم، تلاحم غير موجود في الجيش السوداني الكيزاني. قال الجندي في الدعم السريع بيقعد هو والقائد في صحن زي ما انت ذكرت قبيل والى اخره، وفي نفس الوقت كاريزما محمد حمدان دقل مع حفظ الالقاب ساهمت في هذا الامر. طيب، رايك شنو سر الرجاله والشجاعه اللي عند اشاوس الدعم السريع؟ يعني برضه امبارح كان في واحد كان عندي لقاء مع استاذ الفاضل منصور، فذكر الشيلات اليمنيه. قال انه في بعض المعارك القاده بيقولوا ما تشغلوا الشيلات اليمنيه الحماسيه دي، لانه الشباب بيوصلوا مرحله يعني بيكونوا محددين لهم انه هاجموا الحته دي، بيقوموا يتخطوها ويهاجموا الحته الثانيه مع الحماس. كانه زول راكب له عربيه مشغل له اغنيه سمحه بيزيد في السرعه، فعشان شنو ما يعني ما يوصلوا مرحله الحماقه بيقوموا يوقفوا الاغاني والكلام ده. شنو سر الشجاعه والرجاله دي في رايك؟ في الدعم السريع ولا عموما؟ لا، ما هو يعني عايز تقول في الدعم السريع اوكي، عايز تقول عموما يعني بيريحك، بس انا في الدعم السريع انا بشوف. طيب، كان جينا في الدعم السريع نحن عندنا القائد والجندي واحد. القائد من محمد حمدان دقلو، قائدنا المواقف الصعبة كويس، ودي حاجة اتربينا عليها ووارثينها وراثة، نفزع بعض وبنحب بعض والحمد لله متكاتفين ومترابطين مع بعض، وديلا نحن كابناء باديه لانه دي الظروف ربتنا عليها وتربينا عليها في الظروف الصعبه، وبشجاعه عشان نوفر للاجيال القادمه حياه افضل من اللي نحن عشناها. ده سر الشجاعه وسر الرجاله الموجوده في الدعم السريع. القائد بيسمع من الجندي. شوف، القائد محمد حمدان دقلو بيسمع من الجندي، بيسمع من الضابط. يعني ما مثلا انا كضابط جيت قلت له والله فلان الفلاني ده كده، لا، بيسمع من الجندي. بنفذ، بيسمع من الجندي، ودي بتزيد الجندي اصرار وعزيمه انه يعني يكون عنده شجاعه وعنده يعني بعد هو مشى اختفت. والله ما في حاجه زي دي، ما في حاجه نسيب انتهاكات، لكن اول ما جاء راجع زادت وبكثره. صحيح. هي احنا هذه هي مشكلتنا مع هذا الجيش السوداني الكيزاني، متشبثه في السلطه ورغبته في الحكم. طيب، يعني سؤال، خلينا نقول سؤال افتراضي، خلينا نقول، او يعني استنباطي. لو رجع عن فعله وعاد لحضن الوطن، بالنسبه لنا طبعا حضن الوطن هو الدعم السريع وهو التحول المدني الديمقراطي ونصره ابناء الهامش، ده حضن الوطن. حضن الوطن ما بيكون باغنيه تطلع بها الاستاذه الفنانه ندى القلعه وتقول ان احنا ديل كلنا جيشنا واحد وشعبنا فده حضن الوطن. لا، حضن الوطن هو ان يحكم الوطن من قبل ابنائه وليس عن طريق مخابرات خارجيه لدوله شقيقه. طيب، لو رجع عن فعله وعاد لحضن الوطن ونصرة القضية،
بتقبل ترجع تصبح رئيس حراساته؟ طبعا انا عارف هتجاوبني انك كدعم سريع لو ادوك تعليمات بتنفذها وانت مغمض العينين، لكن انا بسالك لو الدعم السريع اعطاك الخيار، يعني قالوا لك القياده يا اخي احنا بنخيرك ما بنديك اوامر، يعني ما تعليمات، لانه تعليمات انا عارف ما شاء الله قالوا يعني حميدتي اولاده ديل بامور يطاع ما في كلام، لكن اسم الشو ده لو ادوك الخيار ترجع تحرسه ثاني؟ انا بقول لك ماذا مش لو رجع لحضن الوطن، لو رجع وبقى هو القضيه وبقى هو الوطن وبقى هو الوطن كويس. سو اذا ما في زول قلت له انا قاعد سعر ارجع وين؟ ما عندنا رجوع نحن بالثلاثه انتهى، ما في حاجه بقول لها رجوع. احنا طبعا ناس مدنيين الكلام ده بخوفنا، الكلام ده احنا متعودين عليه في شنو؟ احنا انتوا اللي ربنا يعني يوفقكم ان شاء الله. طيب نجي هنا لسؤال يا اخي، انا دائما بشوف انه ما شاء الله الدعم السريع قيادات شباب يمكن اكثر من الجيش السوداني بمراحل، يعني هو دائما في العالم يقال دائما انه كلما كان هناك شباب يحملون المسؤوليه كلما كان هناك تميز وتفرد، ولنا في العالم الغربي وليس لماذا نذهب للعالم الغربي يعني، لكن خليني اسالك يعني انتوا شكلكم كده بتتعلموا الحاجه دي من انتوا صغار افتكر، لان انت ما شاء الله هسه افتكر في العشرينات يمكن ولا يعني على ما اعتقد او اقل يمكن. تفضل. والله 200 او يعني دي ما حاجه جديده علينا ولا حاجه يعني عرفناها امس والليله. اول حاجه نحن اولاد باديه، ابناء بوادي، اتولدنا في الباديه في البوادي، وفي نفس الوقت نحن اتولدنا كويس يعني من تاريخ. طيب ممكن تقول من 2007 يعني عمرك كان كم سنه؟ 8 سنه تقريبا او 7 سنه ونص. نحن اتولدنا يا ساجد، نحن اتولدنا يا ساجد، نحن اتولدنا في الكلام ده حقيقه ولا كلام اعلام؟ اتولدت شنو؟ ما في كلام اعلام اخوي، ما في حاجه بقول لها كلام اعلام. طيب يا سياده النقيب قبل ما امشي للسؤال الثاني، في رايك من يتحمل مسؤوليه كل ما ذكرت؟ يعني من يتحمل مسؤوليه؟ والله ما هم عندك في السادة في الدولة ما بتقدر تساوي الحقوق، فهمتني؟ ما بتقدر تساوي الحقوق، لو كان تقدر تساوي الحقوق ما كان نحن يعني الكيزان كان يعني لو تساوي الحقوق كان احنا شلنا القلم، والحمد لله يعني بعد ده بندافع عن نفسنا بجاي وبنتعلم بجاي الحمد لله. يعني جزاه الله خير أمامي ومن ضمنهم الشيخ والعقيد أبو الكتل والنقيب معيز والشيخ عيسى وسعيد، الحمد لله يعني علمونا أحسن التعليم.